طوالي، لانه الناس ديل قالوا لي يقبضون يوم الخميس، لانه البلاغ مفتوح قبل كم؟ قبل فتره 4 يوم. لكن لما عرفوا امي مشت جابوا لها قال له ما تقبض في يعني البلاغ طلع وامر القبض طلع من بدري، لكن قال له تقبضه يوم الخميس. ليه يوم الخميس؟ قال له تبيت في الحراسه يوم الخميس ويوم الجمعه. كويس. ناس السودان تعالوا وروني انتوا هناك الخميس والجمعه ما عندكم نيابه صح ولا في حاجه زي دي؟ انا ما عارفه. فقال له تجي تبيت عشان ما في نيابه ما في شنو لحد ما النيابه تجي تثبت اللحد عشان يطلعوها. كويس. الراجل قال عيني خالتي انا حسي عدي يوم الخميس نص يوم ودوام وسريع وشنو سوق، حسي عدي زول معانا امشي. خالي كان قاعد في البيت قال لا طوالي بمشي انا، مشى معاها. كويس. قال لي امي في الشارع قال لها يعني كيف دي بنت اختك وكيف 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 عرفتوا. المهم الراجل جاي يقبضها، قام بعد ما اكل وخلاص قام قال لها خلاص نمشي. امي قالت له عيني انت جاي طب ونقدر تركبني كمان مواصلات؟ طبعا هناك عادة لما تجيب عسكري بتديه عشان انه يقبض الزول وحق العربية وحق كده، لكن يعني زول في النهاية ده شغله. ماما ما داير تشيل منه يعني كانت تقول له يعني هي ماما كانت تقول له ركبني عربية وكده لانه هم ما اخذ حقها. امي قالت له لا، طلبت التاكسي امي. عرفتوا؟ طلبت التاكسي وساقتهم ومشت هي واختي وخالي والراجل معاهم، والشارع كله راجل مستغرب انه كيف في بتاخد بتعمل في خالاتها كده. كويس. مشوا هناك المحكمة ايوه مشوا النيابة. كويس. قام الراجل دخل امي في مكتب. كويس. دخلها في مكتب، قام قال لها ثواني بس عشان قام قال لها اقعدي هنا في المكتب يا خالتي. انا ايوه كان مش هنا في المعلوماتيه في بحري تقريبا. المهم عارفه ودونا المعلوماتيه. كويس. فقام قال لها اقعدي هنا يا خالتي، انا بمشي قاعده في مكتب، وقال لها بمشي بعمل بجيب ليكي المتحري هنا لحد عندك في المكتب. كويس. قامت امي قالت له اسمه شنو؟ قامت امي قالت له عين احنا مش جايين امر قبض، يعني ما حدخلنا الحراسه. ومي بتزعل امي دار تقول ما حدخلنا الحراسه. قال لها لا يا خالتي الحراسه ما شبهيك. قال لها ما شبهي. كويس. تقريبا المعلوماتيه في شارع الجمهوريه، المهم حاجه زي دي. كويس. المعلوماتيه في الخرطوم شوفوها، يعني اكتبوا المعلومات في السودان. المهم فقال لها لا انا اجيب لكي انت تقعدي هنا معززه مكرمه واجيب لك المتحري لحد عندك. كويس. جاب لها المتحري، اخذوا اغواله هحكي لكم حصل شنو في الاغوال وفي الحاجات دي كلها. لكن قال لها سوقي اخوكي معاكي. كويس. وكان معاها اختي، واختي ولدها مسكين في يدها، يعني زوجها كان شغال. عرفتوا؟ يعني زوجها كان شغال. ف انا حقف لكم هنا عشان اوريكم في المحكمه حصل شنو والمعلوماتيه. طيب المعلوماتيه عشان بس انا اقول حاجه بسرعه وحخش في التفاصيل في الفيديو الجاي. الحصل شنو في المعلوماتيه؟ في المعلوماتيه يا جماعه الحصل شنو. المعلوماتيه طبعا عارفين دي تقريبا شرطه المهم كل شيء حاجه في الالكترونيات وكده. امي مشت هناك لقيت انه مفتوح فيها بلاغ. كويس. اللي هو شنو؟ انه انا نبست، انا ضحى نبست. كويس. ايوه دايره اقول بس تفصيله. البيت اللي فتحت بلاغ في امي اخوها كان ماشي مع امي عشان يضمنها برضه. كان معاها اخو امي اللي هو خالي واختي وامي، ومعاها اخو البيت اللي فتحت بلاغ. عرفتي؟ يعني شوفوا سبحان الله، بقول لك البطن بطرانه بتطلع فسيخ وبتطلع شربات. عرفتوا؟ سبحان الله. المهم في عندنا الناس اللي بيعرفوا الحق اللي ما بيلخبطوا الكيمان هنا وهنا. كويس. طيب في المعلوماتيه البلاغ كان عن شنو؟ انه امي واختي فاتحين بلاغ في امي وفي اختي وفي انا ما قادره اقول. انا فاتحين بلاغ فيني انا وامي واختي. كويس. ليه؟
انا كنت في اي منصه عندي في السوشيال ميديا، في صفحتي تحت الفيسبوك الرئيسيه، في صفحه رشا وبناتها، رشا وبناتها دي حقتي انا، في صفحه اليوتيوب حقتي، في التيك توك حقتي، وقتها ما نزلت في التيك توك. اوكي. خشيت انا اللايف في جروب ماما كوكي، صوت وصوره وباسمي وبصفحتي. كويس. وده كله امشوا يفتحوا بلاغ في امي واختي. دي اسمها شنو؟ عينك للفيل طبعا في ظله. عارف؟ عينك للفيل طبعا في ظله. وانا قايله لكم، قلت لهم والله لو طلعت فيديو قلت لهم لو عندكم اي مساءله قانونيه تعالوا لي انا المسؤوله. وامي لا كانت عارفه ولا اي شيء، امي اكتشفت بالصور وبالحاجات وين؟ في المعلوماتيه. عرفت ان انا طلعت وهيكت وكده في المعلوماتيه. كويس. انتوا مشيتوا هناك قلتوا لا، هي مسميه الصفحه برشا وبناتها. كويس. انا هحكي لكم حصل شنو بالظبط في الحاجات دي، لكن المهم عايزه اقول لكم في بتاعت رشا وبناتها دي، القاضي هناك قالت لها عيني صح انت ما عندك ذنب، لا انت لا بنتك اللي هي اختي يعني، لانه انتوا لا كتبتوا البوستات ولا طلعتوا فيديوهات ولا اي حاجه. الناس دي فتحوا بلاغ بس عشان اسم الصفحه برشا وبناتها، يعني اسم الصفحه باسم امي بس. كويس. فانت حسعدي لو عايزه احنا بنشطب البلاغ، حسعدي بس تكلمي بنتك تغير اسم الصفحه. انا عايزه اقول لكم يا عشاد عوض، رشا وبناتها ان شاء الله هم واجعينكم مطلعين زيتكم. كويس. وان شاء الله يعيشوا كويس وتشوفوا ونحرق دمكم زياده زياده. يا جماعه انا مسميه ليه رشا وبناتها؟ لانه احنا من صغار رشا وبناتها رشا وبناتها سووا، رشا وبناتها عملوا، عرفتوا؟ الغمه مستهدفه، فما بقولوا ضحى وسجا وكده، بقولوا لا رشا وبناتها. عرفتوا؟ فانا من صغيره رشا وبناتها دي فضاني طوالي. فده كان حلم انه دي الماركه بتاعتي او حاجه، لما نعمل حاجه لقدام بغض النظر عن شنو، محل مطعم دكان اي شيء، انا حسميه رشا وبناتها. كويس. في الحفلات رشا وبناتها، في الستوري نازل في رشا وبناتها. عرفتوا؟ فانا سجلتها وانا كده. كويس. لكن سبحان الله كان عندهم محامي، مذكرين المحامي داك شغل وسخ تحت الترابيزه. تعالوا انتوا يا جماعه اكتبوا لي. كويس. والناس القانون، الناس القارية هنا ده، وعندنا شايفه عندي محامين هنا ده. كويس. ومستشارين وحاجات. ادوني رايكم. شخص مش اتفتح فيه بلاغ. كويس. لا اتكلم ولا كتب ولا اي حاجه. انا عايزه اعرف ياتوا تهمه او بياتوا قانون انه هم يمسكوهن. اكتبوا لي الكلام ده واشوفكم في الحلقه الجايه.